انا النهارده هعمل فكره get ready with me، بس الفكره دي انا مش هطبقها عليا، انا هطبقها على اختي. فبدل ما تبقى get ready with me هتبقى get ready with my sister. وقبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتعملوا كومنت بعد ما تكملوا الفيديو، لان انا بحب انتراكت مع الناس. وبس يلا نشوف. هو احنا اوريدي عملنا وشها بالكلينزر وغسلت وشها، فدلوقتي هنابلاي الستبس التانية وهي المويسترايزر. فعندنا مويسترايزر، هو مويسترايزر تعبان، يعني هو مرتب تعبان عشان هو خلاص هيخلص، ولكن هيوفي بالغرض عادي جدا. نحط كده على المناخير. هو للبشرة الدهنية والمختلطة، انا بشرتي مختلطة وهي بشرتها دهنية، فاعتقد هينفع للاتنين عادي. وبعد كده هنبتدي ان احنا ايه بقى نوزعه كده، علشان لما نحط ميك اب كل حاجه تبقى سموث وكل حاجه تميرج مع بعضها كده. كده احنا رطبنا، يعني احنا كده رطبنا عملنا بالمويسترايزر. فهنجهز للستبس التانية وهو الميك اب. تاني خطوة احنا هنعملها او تاني ستيب احنا هنعملها هو الكونسيلر. هي عندها 14 سنة، فعادي ان انا احط لها كونسيلر علشان بس ايه لايت شوية، علشان كل الميك اب يعني كل الميك اب يبان بقى بعد كده. فهنحط هنا في الدارك سبوتس، وهنحط هنا كمان في العينك، وهنحط هنا كمان. طبعا انا مش بروفيشنال، انا واحده بتعمل ميك اب عادي لنفسها، فبتعملها على نفس الميك اب اللي هو بتعمله لنفسها بتعمله على اختها. فانا مش بروفيشنال، فمحدش يقول لي مثلا الستبس اللي انت بتعمليها غلط او في اي حاجه، لان انا دي الستبس اللي انا بعملها ودي الستبس اللي انا اعرفها. هنعمل كده. انا حاسه براحه، يعني حاسه براحه. انت صباعك اقسم بالله بيريح قوي، وايدك عامه بتريح اصلا. حاسه براحه ماشي، بس هو مريح قوي بصراحه. انا واثقه ان شكلي هيبقى حلو في الاخر. هنشوف بقى الترانزيشن. اكيد الترانزيشن اللي هو بيفور وافتر هيكونوا مختلفين عن بعض تماما. يا ده شكلي في الكاميرا غريب قوي. ويت، لسه بنبلند الكونسيلر على وشها، يعني هو مش طبعا فاينل ريزولت، بس احنا لسه بنبلند الكونسيلر على وشها. حاسه بقت شبه العجوز. شبه ايه؟ العجوز. شكرا. شكرا. العجوز. شكرا. انا شبه العجوز الحقيقه. No, I'm just kidding. I'm just kidding bro with you. I'm just kidding bro with you. يا في ايه؟ بتعمل على بانكوك مثلا. يا لهوي شكلي غريب موت. واو. شكلي غريب موت. هو الشكل غريب قوي في الكاميرا، بس هو في الحقيقه حلو. يعني هو الحقيقه الكونسيلر هو يعني اصلا حلو. لون قرطي مش نفس لون وشي. ما هو بس في اللايت، يعني هو في اللايت عامل كده، انا مش عارفه ايه ده. هو معايا بيبقى حلو بس مش عارفه. ما علينا هنطبق الستبس التانية عادي جدا ولا كأن اي حاجه حصلت. انا I'm flabbergasted والله العظيم، انا مش عارفه والله يا جماعه. تحس انها بترسم على وشي مش بتكتير. لا بس هو حلو، يعني هو مش زي ما احنا شايفين، بس هو ان شاء الله يكون حلو. اوكي هنطبق بقى الستبس التانية عادي جدا. وهو تاني ستيب هنعملها هو ان انا هحط لها بلاشر. بعد ما احنا عملنا ريفيو للفيديو اللي قبليه لاحظنا ان في فرق درجات كبير جدا ما بين ده وما بين ده. قلت واي نوت، يعني ان احنا نفس الكميه اللي حاطينها هنا هنحطها هنا. مش نو. هنقول ايه؟ يعني انا قلت نفس الحاجات اللي احنا حاطينها هنا وهنا وهنا هنحطها هنا عادي، علشان بس كله يكون يعني مش نفس القرص خالص. هو نفس الكونسيلر، مش نفس الدرجه نهائي. just wait bro just wait. هنحط كده الايه،
وهنبلند برضو يعني كده بقينا وحدناها اكتر من الاول. اعتقد كده يعني حتى لو رجعتوا الفيديو هتلاقوا في فرق بين هنا وهنا، لكن دلوقتي اعتقد دلوقتي is way better than before. فهنطبق بقى الستبس عادي جدا، بس فعلا الفيديو اللي كان قبليه كان اللون هنا حاجه واللون هنا حاجه. طبعا انا عايزه بس اوجه حاجه، احنا مش بنشجع الناس ان هي تغير لون بشرتها علشان في اختلاف في التونز بتاعت البشره ما بيني وما بينها، لكن احنا مش بنشجع الناس انها تستخدم افتح، ولكن دي الحاجه الافيلبل اصلا على لون الكونسيلر الوحيد اللي عندي اللي هو بتاعي. أيوة. فهو عشان كده افتح منها بكذا درجه، بس ده مش معناه ان لازم كل الناس تفتح بشرتها، لا استخدموا كونسيلر بنفس لون بشرتكم عادي، لكن ده الوحيد اللي عندي يعني، فاكيد مش هجيب مخصوص بدرجاتها يعني لا عشان هي اصلا اوريدي مش بتحط ميك اب اصلا. ايوه لو بحطش في العادي. ايوه يعني. فننتقل في الستبس الثانيه هنعملها، وان احنا هنحط الشابستيك او الليب بوم او ايا كان. هي نوعها اماندا، كانت ب20 جنيه تقريبا يعني، عشان الناس برضه بتقعد تنزل على الناس ان هي هتعرف اسعار كل حاجه. كانت ب20 جنيه تقريبا، بس هي بتختلف، في اماكن بتباع ب20 وفي اماكن بتباع ب15، فاعتقد حسب الراجل وهو نصاب ولا لا. اعملي بقى. بعد كده هنحط لها البلاشر. فرشتي ناعمه جدا، اصلا كأنها جايبه ريشه عماله تعمل for first time. اصلا يعني لو جت مثلا يعني لو انا يعني ناحيه حاجتها she doesn't know how to talk ممكن تعمل يعني ممكن يعني تزعلي جدا، تزعلي جامد كمان، تزعلي قوي. What's your opinion so far؟ جميل. اوكي، هننتقل على الستيب الثانيه، وهو انا مش هحط لها روج او مش هحط لها ليبستيك، بس انا هحط لها ليب جلوس على الليب بام اللي هي حطاها دي، علشان هي برضو she's 14 فهي برضو لسه صغيره، فنحط لها الليب جلوس دلوقتي. let's go. هو ده الليب جلوس انا بحطه كل مره في الفيديو، مش عارفه هو نوعه ايه اصلا، بس هو حلو شغال. it works. يعني انا نفسي اجيب لك جلوس. it works. عايزه اعرف يعني، عايزه احط على ده. ما تعمليش كده، ما تعمليش كده. اول مره برضه. انا عايزه دي انا ليه مش فاهمه. طلعيها، انا عايزه احط عليها كده كده. ايوه. اوه ياه. اوه ياه. نو. في ده nothing stuck in your teeth. دلوقتي هنعمل ايه؟ هي اوريدي اصلا مش محتاجه ماسكارا، ما شاء الله، يا بسم الله ما شاء الله، هي مش محتاجه ماسكارا، ولكن احنا هنحط لها ماسكارا برضو، لان هو احنا بنعمل لوك. ايه انت مش محتاجه ماسكارا؟ تبقي حاطه ماسكارا؟ هو انا هنحط لها ماسكارا خفيفه يعني عشان بس نكمل اللوك. خفيفه yeah sure trust me. هحطها. هي طبعا اسوأ ماسكارا ممكن تستعملوها في حياتكم، انا بجد بكرهها، لان هي بتابلاي برودكت كتير جدا على الرموش، وانا مش بحب احساس ان هي الرموش بتاعتي تبقى كلامبي، ما بحبش كده خالص. بس يعني ما يا جماعه تيجي تحطها مثلا احنا مشهور تحس انها دي حاجات كده، الاحساس اللي هو بتاع الكلامس وان هي تبقى كلامبي، بس هي دي الوحيده اللي عندي، ف I will make sure that I will buy another one. هنحط لها بس يعني هنحط لها كود، هحط لها كود واحده بس اللي هي زي ما انا قلت لكم قبل كده، احنا هنابلاي كود واحده بس للابر لاشز، ف let's do it. لا افتحي عينك كده بس، يعني هو كده بس، انا مش عارفه ايه ده. هحط لها اي لاينر، مش كل الناس. استني، هحط لها اي لاينر for the first time ever in her life. اوكي يلا.
هنعمل وينج صغنن. اوكي كده. What the hell is that؟ وريني انت عملتي ايه. استنى I'll fix it don't worry. Look at that, this is so so terrible. no. Yeah. يا جماعة أنا مساعدة الايلاينر because you know. طبعا انتوا عارفين شكل انا لما اجي يتشال بيبقى في عيني Yeah, سودا كده. I didn't know how to draw it. horrifying, it's horrifying. بس احنا هنجيب الوايبس دلوقتي وهنمسح الايلاينر. Go get the wipes يلا. بصوا هو احنا ما مسحناهوش we didn't wipe that out، بس ايه علشان احنا لما عملنا ريفيو للفيديو اللي هو بتاع الايلاينر لقينا ان هو شكله حلو في الكاميرا، بس هو شكله بجد horrifying in real life. فهنسيبه كده، وهو ده اللوك بتاع النهارده بالنسبه للميك اب يعني. لا مش قوي يعني. افرد ظهرك افرد. لا مش قوي بصراحه. جماعه انتوا لو شفتوا البنطلون بتاعي it's not my fault. هو اللي باين بنطلوني طبعا يعني. بنطلون البيجامه باين انه it's not my fault، بس انا ممكن اوريكم ايه يعني اوريكم شفتوا وبس. هو ده كان فيديو النهارده. فلو عجبكم ما تنسوش تعملوا كومنت تقولوا لي فيه ايه هو رايكم في الفيديو سو فار، ولو عايزين بارت ان انا اعمل ميك اب لايه قولوا لنا تحت في الكومنتس. بس و thank you for watching لحد كده، واشوفكم في فيديو تاني باي باي باي.